ازيكم؟ انا هبه ودي قناتي. النهارده هنعمل الكريم بروليه بطريقتين اسهل والذ من بعض. شوفي انهي طريقه هتعجبك منهم. للطريقه الاولانيه 4 صفارات بيض، وللطريقه التانية صفارين بيض. ومحتاجين كوبايتين كريمه خفق، ومحتاجين سكر، و4 معالق كريم شانتيه، و3 كوبايات لبن، وطبعا فانيليا. 4 صفارات بيض معاهم 4 معالق سكر، معاهم معلقتين فانيليا صغيرين، ونضربهم بمضرب البيض اليدوي لحد السكر ما يدوب والبيض بيبقى لونه كده. هنضيف ليه بعد كده كوبايتين لبن وكوبايتين كريمة خفق، ونقلب بقى كويس كده، نقلبه كويس قوي. بعد كده بمصفى صغيرة ونصفي الخليط ده، يكون فيه اي حاجة متكتلة او بواقي من البيض ما دابتش كده، ما ضربتش كويس، فنصفيه بالمصفى بالطريقة دي. بعد ما نصفيه هنحطه في الطواجن بتاعتنا الصغيرة. وخدي بالك انها هتدخل الفرن، ونحطها في صينية ونحط لها مية مغلية علشان يبقى في حمام مية يعني حواليها، ونحطها في الفرن على درجة حرارة 170 على الرف الوسطاني. انا بحط بقى اهو الخليط في القوالب على الرف الوسطاني. اخد حوالي ساعة الا ربع. طبعا كل شوية تفتحي الفرن وتبصي عليه كده، هو سواه زي الكريم كراميل بالظبط، يعني ما يبقى نفس الشكل. حطيناه اهو بقى في الصينية، وحطيت المية المغلية حواليه، وهندخله الفرن على الرف الوسطاني زي ما قلتلك. الطريقة التانية بقى، انا عملت كمية قليلة منها عشان اجربها الاول. صفار بيضتين مع معلقتين سكر مع معلقة واحدة فانيليا صغيرة، ونضربها بمضرب البيض بنفس الطريقة لحد السكر ما يدوب، و يبقى لونه فاتح خالص البيض. بعد كده هنضيف له 4 معالق كريم شانتيه وكوباية لبن. حطينا الكريم شانتيه اهو، كوباية اللبن، وندوبه كويس بالمضرب. يعني الكريم شانتيه واللبن بديل للكريمة الخفق. بعد ما خلصنا كده هنصفيه برضو بنفس الطريقة، يكون في اي حاجة متكتلة هنصفيه، وهنحطه برضو، انا حطيته في طواجن فخار كده صغيرة، وهنحطه في صينية، ونحط له برضو حمام مية مغلية، وندخله الفرن على الرف الوسطاني بنفس الطريقة على درجة حرارة 170. بعد ما بيطلع بقى من الفرن بنحطه في التلاجة مش أقل من 6 7 ساعات، ويفضل كمان إنك تسيبيه في التلاجة لتاني يوم. بعد ما طلعناه من التلاجة بقى تاني يوم كده، حطيت على الوش كل طاجن عليه معلقة سكر صغيرة، وتفرديها كده. وبعد كده هنحرق السكر ده. لو مش عندك التورش ده اللي بيحرق السكر، دخليه الفرن وافتحي عليه الشواية دقيقتين، هيحرق لك السكر يعمله كراميل. او اعملي كراميل عادي بالطريقة العادية بتاعتنا، وحطيها على الوش، حطي معلقتين كده على الوش. هنمسك بقى التورش كده ونحرق السكر. تمسكي القالب كده بميل، ما تحطوش على الرخامة وتحرقي لانه كده مش هيظبط معاكي. تمسكي الطاجن بميل كده، وبعدين تحروقيه كده. بعد ما هنحرق السكر كده، هندخله التلاجة نص ساعة تقريبا. وبعد كده بقى كليه بألف هنا، هيعجبك جدا. جميل قوي قوي قوي، وما كلفناش حاجة. تمنه بيبقى بره في المحلات غالي جدا، في البيت مش مكلف خالص يعني بالنسبة لتمنه بره. القوالب بقى اهي النوعين احلى من بعض، بس انا فضلت النوع اللي هو بالكريمة الخفق. بيتكسر بقى معاكي كده وبيعمل صوت حلو قوي. وبألف هنا. ولو عجبك اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.